بنستكمل. أنا يمكن هسأل حضرتك سيادة العميد عن مشاركة المرأة، وكيف ترى مشاركة المرأة في برلمان 2015؟ طب عشان ما نحطش العربية قصاد الحصان، طيب. نقول الأول إيه هي مهمة مجلس الشعب. مهمة مجلس الشعب محددة في نقطتين عامتين اللي كل الناس عارفاهم: الرقابة والتشريع. تمام. الرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة، تشريع القوانين. مين اللي هيخش؟ والكفاءة إنها تؤدي هذا الدور. يعني أنا رأيي، ومش عشان خاطر الدكتور قاعد معايا، أنا رأيي إن مجلس الشعب ده لازم كله يبقى يبقى فيه، حقوقيين. لا، يبقى من الحقوقيين والمحاسبين، أيوه. خريج كليه التجاره اقتصاد محاسبه اللي عنده وتشريعات. خبره. ليه؟ عشان اقدر احقق الرقابه والتشريع، وبعد كده يكمل بكل التخصصات. المراه المصريه لها دور ما حدش يقدر ينكره. وفي الثورتين اللي حصلوا، الثوره اللي حصلت باخطائها وتم تصحيحها في ثوره تانية، كانت المراه سباقه. ويمكن أنا كنا في الميدان هنا في طنطا قدام المحافظه، كان كم النساء كم رهيب، وكانوا بيحمسوا ولادهم وازواجهم واخواتهم على ان هم ينزلوا، لان البلد بتضيع وعايزينها ترجع. مشاركة المرأة لازم الاول يبقى هي عندها الاراده والرغبه انها تشارك في البرلمان، وازاي تقدم نفسها. وهي الفكره مش عضويه البرلمان. طيب انا هخش عضو في البرلمان، اسال نفسي الاول قبل ما أنا اقدم هقدر نفسي حضرتك، أقدم إيه؟ انا هقدم أو ايه؟ انا عندي ايه تصوري اقدمه؟ إيه؟ يعني انا من الحاجات اللي بتثير اعصابي جدا، واحد مثلا كان عضو مش عارف في برلمان 2000 وفي 2005 وفي 2010 وفي 2012 وجاي النهارده يخش البرلمان. طيب حضرتك كلت على كل الموائد، وحضرتك التاريخ بيقول ان حضرتك ما عملتش حاجه، عملت لنفسك وبس، ليك وللي حواليك. احنا مش مستحملين ده دلوقتي. النهارده واحنا بننقي، انا حتى مش عايز حته التمييز رجل ومراه، شاب وكهل. انا مش يعني كرأي شخصي، عايزين نشوف مين اللي كفء اللي يقدر يحقق لنا اللي احنا عايزينه. تمام. الكلام ده انا قلته ايام انتخابات الرئاسه. انا لا يعنيني اسم الرئيس، انا يعنيني الاول احنا محتاجين ايه الصفات اللي في الرئيس، وبعدين نشوف الناس اللي متقدمه ايهم يصلح. مظبوط. فالنهارده مجلس الشعب في عدد كبير ومعظمهم مش معروفين بكل اسف، كاسامي، كدعايه، كتاريخ. حتى في البرلمان ما حدش فيهم معروف، والوقت ما كانش والله بس مناسب. كل واحد وصل في المرحلة الأولى هو منح فرصة من قبل يعني الناس اللي انتخبته، ان هو يعني يؤدي بقى يعني بما يرضي الله المرحله ويرضي الاولى كانت المرحلة الأولى. بتعتمد على العصبيات اساسي. لأن يعني النهارده الصعيد كله، المحافظات كلها كانت معظمها يعني بقول لحضرتك تابعة محافظات للصعيد. الصعيد معروف، ضربوا فلان فلان داخل البلد كلها بتروح واللي راح واللي ما راحش عارف ان هو ده اللي هينجح. تمام. يعني ان اللي هيروحوا هينتخبوه، راح 10 هينتخبوه، راحوا 100 هينتخبوه. من فتره قلت لحضرتك احنا الوضع الحالي عندنا جرار قوي وراه حوالي 70 80 عربيه كلها مفرمله. العربيات المفرمله اللي وراه دي بتجهده هو، وفي نفس الوقت بتضرب على وتر صعب جدا انها تخلق حاله من عدم الرضا عند الناس لسوء الاداء الحكومي. دي واضحه، ما حصلش تغيير. يمكن عشان كده رئيس السيسي بعد ما رجع اخر مره وبعد المرحله الاولانيه بدا يتجه ان هو يبص ان يصلح الفساد، انه يبتدي يضغط في النقطه دي. ابتدى يكلف اللي هو احمد عرفان رئيس هيئه الرقابه الاداريه معاك كارت بلانش، اي فساد هتقول. النهارده المرحله الاولانيه للانتخابات، الاعداد اللي نزلت فيها وان كانت قريبه للمعتاد عالميا انها حاجه بالظبط. و20%، لكن مش لكن هي احنا دي النسبه. كتجربة مصرية مش مش دي راضيانا النسبه بهذه اللي الرئيس النسبة. السيسي لما يروح يفاوض دوله تانية يبقى الناس اللي نزلت الانتخابات ايه؟ اللي الناس بره ترجمتها غلط، قالت ده دول المؤيدين. لا، مش دول المؤيدين. في الانتخابات البرلمانية ايوه، دول المؤيدين. قالوا ليه قالوا مش دول عارفه اللي يعني نزلوا. هو مش معروف ان تجربه الانتخابات البرلمانيه مختلفه تماما عن في تجربه فرق بين انتخابات الحقيقه رئاسيه، ومختلفه تماما عن يا فندم، الاستفتاء مثلا على الدستور. حضرتك بس ثانيه واحده. اه. في فرق بين الحقيقه. ملهاش علاقه ابدا بتأييد الرئيس ولا انصراف شعبيه الرئيس ولا الكلام ده. طب استاذن حضرتك خلينا معلش في، اعلق يعني. معلش،
في فرق بين الحقيقه وفي فرق بين ترجمتها واظهارها للناس. اها. في طياره وقعت بيظهروها للناس بدل ما هي حادثه عاديه، بيقولوا لهم ان ده ارهاب حادث إرهاب. ومصر غير قادره، وطالع احمد حشمت في الولايات المتحده الامريكيه بيطالب ان قوه دوليه تنزل سينا جمال تحكم حشمت قصدي حلمهم. ايه؟ جمال حشمت. جمال حشمت، ايوه اسف. عايز يجيب قوه دوليه هنا بعد تقريبا ما نجحنا في تطهير سينا. هم عايزين يجيبوها من اول يوم هم كان. عايزين يفتتوها. فهي انا بقول لحضرتك في فرق بين الحقيقه وترجمتها. نعم. هم استغلوا ان النسبه اللي حضرت مش النسبه الكبيره اللي شفناها قبل كده، وقالوا ده تراجع. لا، دي خاصه برئيس الجمهوريه. هم بيلعبوا على النقطه دي. ارجو ان احنا كمصريين نحرمهم من ان هم يعرفوا يكذبوا. والله احنا كمصريين يا فندم اعتقد ان احنا عملنا الدور ده وكشفناهم وكشفنا زيفهم وكشفنا كذبهم على يعني سواء المرحله اللي هم كانوا موجودين فيها. الدول المعاديه لك، انا لا تعنيني جماعه معلش الإخوان الدول المسلمين. المعاديه دي تثق يعني احنا بنسمع تصريحات من بيقولوا ايوه ان كان هناك دعم لجماعه الاخوان الارهابيه بشكل كبير من الحكومه الامريكيه ومن كذا وان في 8 مليار دولار عارفين. عشان سينا. يعني احنا عارفين ده كويس جدا وهم عارفين ده كويس جدا. ده حضرتك- وبالتالي ده ما يزيدناش الا اصرار ان كل اللي بتعملوه ده. العشر ايام اللي فاتوا في جريده انجليزيه مش فاكر اسمها قالت ان في طيار انجليزي بطياره ركاب بيقول ان في شهر 8 انضرب عليه صاروخ وعمل مناوره بالطياره عشان ودي من يفاديه. الاشياء اعتقد الاندبندنت الانجليزيه واللي بشكل كبير اساءت ليها او اساء ليها هذا التصريح جداً. لانه يعني كاذب وكان في قدر من السخريه والكوميديا على هذا التصريح اللي هي يعني كجريده كبيره المفروض هي كده فقدت للشعب كله عشان يبقى عارف. مصداقيتها. ومعروف اي الجرائد اللي بتبقى مشتراه من قبل هذه الجماعه الارهابيه ومموله. دي افتكر الجريده اللي شريكه فيها قطر بنسبه كبيره للاندبندنت. ما اعرفش. يعني طياره الركاب المدني هدف مثالي لواحد في الدفاع الجوي بيضرب بنبله عشان يقول لي طيار انا فاديت الصاروخ بطياره مدني بركاب، يبقى حاجه واحده بس اللي عملها انه ضرب فرمله خلى الصاروخ يعدي من جنبه. ملوش حل تاني. دكتور عباس يمكن كمان هرجع لك في تجربه او نسبه تمثيل المراه في 2015.